الكاف يعاقب مدرب منتخب السنغال بعقوبة 20 مليار وتوقيفه لمدة 5 سنوات بعدما قام بتحريض لاعبي السنغال بالانسحاب أمام المغرب. صراحة يستحق هذه العقوبة لأن المغرب وفر لهم كل الظروف اللازمة. يكون عقاب صارم باش الناس هذوما ما عادش تعاود حاجات كيما هكا. راهو هذيك نقعدوا ديما القاره الافريقيه نتاعنا مالوزمون ما نشوفوش حاجات مزيان. تكون تلعب ضد البلد المضيف والانفستيسمون منتخب مغربي وصل دومي فينال نتاع كاس العالم، لابد يكون عقاب صارم. أثر المدرب خاصة وأنه هو أجبر لاعبيه على المغادرة وهذا صور بكل عدسات اللي حاضرة في الملعب. يجب ردع التصرفات من قبل الكاف. هو كان نحبوا نمشيو لبعيد لابد معناتها من رد على الناس كيما هكا. وانا ناكد لك الديكلاراسيون والاكسكيوز اللي عملها كان ما هزش التيتر، راهو مش هذا اللي في الكلام، راهو حكايه على خاطر اللي يقول لك اليوم المنتخب المغربي هو الى بروفيتي من هكا بعض الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار، حب يعمل الزوبعه هذيك الكل باش يخلق بوليميك كبيره اللي سوا ديزون اللي المغرب راهي فما حاجات اللي الناس تدز مع المغرب، وهذاك وين حب يوصلها. في نهايه الامر وقت اللي هز التيتر تبدل لونجاج، لكن لابد اليوم الكاف تكون معناتها بيد من حديد بالحق باش تعاقب الناس هذوما باش ما عادش نشوفوا التجاوزات اللي شفناها. راهو بالحق اليوم يلزم الكره كان نحبوا نمنعوها ونحبوا نشوفوا تصويره احلى من هكا، لابد يكون عقاب صار. كيف تتوقع العقوبات؟ شوف تاع خروج المنتخب السنغالي من الملعب راح يكون فيها عقوبات محمد. نعم. وهذه موجوده في نعم. القانون الداخلي. نعم. ما نهربوش منها. نعم. ولكن واش نخير لي يا محمد ابعاد رئيس لجنه الانضباط واللي كانوا معاه. رئيس لجنه الانضباط هو السنغالي. المفروض محمد لما تكون قضيه كيما هذه ولو هو السنغالي ولكن يكون عنده الانحياز. هذا ما يدل ان كل شيء في الكاف مبني على الرمال، لان راح يتعاقبوا راح يتشرعوا المنتخب السنغالي ورئيس لجنه الانضباط السنغالي لازم ينحيوه. لا نظن هنا كاين خطا. هذا ما يدل باللي كل شيء مبني على الرمال محمد في الكاف. واليوم قلت لك ما عدا الخروج تاع اللاعبين، اما الباقيه هذيك هما يهمهم. هنا راح تعاقب السنغال، هنا راح تعاقب شكون؟ هنا الجماهير ولا العوام؟ شكون اللي يتعاقب هنا؟ ولا شكون اللي يتولى؟ شكون اللي يتعاقب؟ الجمهور ولا الامن ولا المنظمين؟ لجنه الانضباط طلبت تفريغ كاميرات الملعب حتى تشاهد اللقطات من كل الزوايا. قلنا حادثه تصادم الانصار مع اعوان الملعب، حادثه المنشفه التي اصبحت ترند عالمي واساءت بصوره كبيره لكره القدم الافريقيه، والمجازر التحكيميه ترفض هدف من هنا وتمنح ركله جزاء من في الجهه المقابله، وانسحاب المنتخب السنغالي. محمد القوانين واضحه في كره القدم. نعم. لكن قوانين كاين اللي يطبق عليهم القانون كاين لا. هذا هو الاشكال. اليوم انت تقول لي انت يا كاين لجنه الانضباط وكذا، انا حقيقه ما نستعرفش بها. تكون لازم تصفي، لازم تبيض الصوره تاع لجنه الانضباط الافريقيه والكونفدراليه الافريقيه على راسهم هذا موتسيبي. هذا لازم هو يبيض يكون ممثل لافريقيا ويمثل صوره جماهير افريقيا. واش من الامور اللي خلاوهم يصراو هذا الشيء هذايا؟ سي لي ريسبونسابل. هادو هما اللي خلاو الامر هذا يلحق لهذا الشيء. باسكو عيب وعار على الكره الافريقيه. اليوم سودوا الصوره تاع كره القدم الافريقيه. اليوم في 2026 عيب يصير. اسكو في اوروبا تشوف هذه الامور هذوما؟ ولا في امريكا اللاتينيه ولا امريكا الجنوبيه ولا اسكو علاش انت قبيح على امريكا الجنوبيه؟ الارجنتين والبرازيل ولا كولومبي وكذا ماشي قبيح، بصح ما يديروش هذه الامور. بدائيه هذه امور هنا شغل تاع شغلك في لاكراش. دراري صغار جيت نحي لي السربيته نعاود نخطفها لك تعاود تحطها لاكراش. شغلك تربي في دراري صغار نحي لك هاي. اليوم تقول لي قرارات، اليوم قرارات بون احنا ما نستعرفوش بهم باسكو على بالنا كيفاش تمشي لاكاف. ما حتكون عقوبات على المنتخب السنغالي. بون كاين الامر اسمه اللي القانون يقول باللي يقدروا يتعاقبوا تاع الخروج تاعهم الى غرفه الملابس وعاودوا ولاو وداروها هذا الشيء. هما ما داروهاش على البيناتي كي مد لهم بيناتي، داروها على الفار اللي ما حبش يولي البيت اللي ماركاوه. الهدف اللي سجلوه قال لك علاش حنايا
ما ولاش للفار وهما ولاو الفار، ولا لهم في لاكسيون هذيك هما كان والو هنا. يعطيك الصحه. لهذا هما خرجوا على هذا الشيء هدايا، زعفوا خرجوا من حقهم، داروا امر اللي بالك كانوا يحسوا روحهم باللي محقورين. ولهذا انا نقول باللي مع هذا هدايا، مع هذه اللقطه هذه تاع الخروج لاعبين وعاودوا ولاو، ماشي حتكون عقوبات قاسيه. انت الجمهور تقول لي الجمهور الجزائري الفيدراليه ديالنا، وانت تقدر تحكم في الجمهور انت في تريبيك، الجمهور تعاقبه نهار يدخل التيرا، نهار يتيري بقارورات، نهار يتيري كذا، وي تقدر تعاقب الجمهور. وكي تعاقب الجمهور ما تعاقبش الفريق، تقدر الجمهور ما يدخلش. هذا واش نعرفوا في كره القدم. نحن نشوفوا في بطولات اوروبيه كاين دي ماتش وين داك يديروا لي في ميجان كذا، هل تتوقع عقوبات صادمه على راس المنتخب السنغالي؟ ما تكونش ما تكون صادمه محمد، تكون صادمه نو، تقدر تكون صادمه بالك كان يسسبونديو لهم لونترينور باسكو المدرب يعطيك الصحه من هذا الجانب، الحارس من هذا الجانب، المدرب والحارس. الثاني حارس مندي، لا حارس مندي، لا المدرب راح يعاقبوه امين، لا يتعاقب المدرب باسكو هو اللي حرض على هذا الشيء. راهم يتكلموا عقوبه ما بين 2 إلى 5 سنوات، نظن باللي بزاف كثيره محمد. هل تعتقد انه ربما الكاف ستخجل من نفسها وربما ستخشى غضب عالمي او فتح تحقيق دولي في هذه القضيه ان هي الحقت عقوبات ضاره جدا بالمنتخب السنغالي؟ لانه شاهدنا بعد نهايه البطوله الاعلام الاوروبي يتحدث، الاعلام الافريقي يتحدث، بعض اللقطات والصور اصبحت ترند عالمي، الفضائح كانت بالجمله، شاهدنا تيلي اوني نجم عالمي يتحدث عن التحكيم ويتحدث عن بعض اللقطات المخزيه. كاين هناك الكثير من اللاعبين، الكثير من النجوم عبر المعمورة.